بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. وبعد، حبايبي متابعين على قناة على اليوتيوب، أهلا بكم. القصيدة دي قصيدة اجتماعية بحتة، بتعالج مشكلة. يعني في واحد صاحبنا اتصل بيا بيقول أنا مراتي ظبطتنا على السلالم بهزر مع جارتنا أم شيماء، ومش قادر أخش البيت، مش عارف أعمل إيه، يعني مش عارف أقول لها إيه. فقول لي على حل يا شيخ. ده القضية وده الحل. الحل قلت له اقول لك ايه، تخش عليها البيت وتعمل عبيط وتروح مغير الموضوع خالص، هيص فيها كده وغير الموضوع، تروح ناسية قصة السلالم وقصة البتاع. ولكن النهاية زي ما انتم عارفين كانت نهاية مأساوية، ما صدقتش وساقط في العبط، وراح ظريفها طلاق واتكلت على الله. بقول لما مراته ظبطته بيهزر مع ام شيماء على السلالم، بقول له واد وكان عامل عليط، ده واد وكان عامل عريض. اتصل بيا وقال لي الحقني بسرعة يا حويط. قال لي المدام قفشتني بهزر على السلالم، قال لي المدام قفشتني بهزر على السلالم، مش عارف اقول ايه واعمل ايه. قول لي اعمل ايه يا معيط. ويعلم الله اني كان هزار بسيط، ويعلم الله اني كان هزار بسيط. قلت له ادخل البيت وهيص وشيط، قلت له ادخل البيت وهيص وشيط، واعمل مجنون واهبل او عبيط. ولو جابت لك لحمة قول لها هو انت جا عاملة أرنبيط. وبص عليها وقول ليه في وشك شخابيط، وبص عليها وقول ليه في وشك شخابيط. كنت بتقص شريط أو تقيسي حيط طول في عرض أو محيط، أو تقيسي حيط طول في عرض أو محيط. قول أمك النهاردة قول لي مالها يا معيط، قول أمك النهاردة قول لي مالها يا معيط. ده أنا جبت كيلو لحمة وعايزة تغديني جبنة وسميط. قلت تطبخ واحنا والعيال نزيط، ده انا قلت تطبخ واحنا والعيال نزيط. اقول لها ازيك تقول لي طيط طيط، اقول لها ازيك تقول لي طيط طيط. امك يلزمها زار مش هزار يا معيط، دمك يلزمها زار مش هزار يا معيط. امك راكبها جن، راكبها يا ولدي العفاريت، امك راكبها يا ولدي العفاريت. وجن قالوا اسمه ساتر، وجن اسمه شخبطيط، في ايده مخ الف فار، وفي لسانها ملح وشتى ونار. لو خرجت تقول لي انت كنت فين، ولو جبت حاجه تقول لي جبتها قول لي منين، لانها ضعيفه عقل وضعيفه برضه دين. اقول لها اخو يوسف اسمه بنيامين، اقول لها ده اخو سيدنا يوسف اسمه بنيامين، وابن سيدنا علي اسمه، وابن سيدنا علي اسمه سيدنا الحسين. مش صحيح تقول يا ولدي، مش صحيح تقول يا ولدي، ولا انا مش امين. تقول لي مش عارف تفرق بين اللحمه وارنبيط، تقول لي ده انت مش عارف تفرق بين اللحمه وارنبيط، وعايزني اصدقك يا ابن العبيط. مش عارف تفرق بين اللحمه وارنبيط وعايزني اصدقك يا ابن العبيط. لولا اهبل تقول لي على سكه القطر شريط، لولا اهبل تقول لي على سكه القطر شريط. هو سكه القطر جلبيه يفصلوها، ولا سكه القطر لعبه العيال يلعبوا بيها؟ هو سكه القطر جلبيه يفصلوها، ولا سكه القطر لعبه للعيال بيلعبوها؟ ده سكه طويله ممكن تكون اطول من محيط، ده سكه طويله يمكن اطول من محيط. انت عاملني عبيطه وجاي تقول لي اسمه شريط. ده اسمه قضبان حديدي زي قلبي، ده اسمه قضبان حديدي زي قلبي. رايح اقول على اللي فيه ومش هخبي، ده انا رايح اقول على اللي فيه ومش هخبي. احلف بسيدنا النبي واحلف بربي، كنت واقف مع جارتنا بتعمل ايه، كنت واقف مع جارتنا بتعمل ايه. مش عيب بعد اخلاصي وحبي، كنت واقف مع جارتنا بتعمل ايه، مش عيب بعد اخلاصي وحبي ليك. لما تعاكس الجيران على السلالم والبيبان والشبابيك، لما تعاكس الجيران على السلالم والبيبان والشبابيك، خيبت ظن في كل الناس وفيك. ده انت خيبت ظن في كل الناس وفيك. قال ده غلطة يا حبيبتي وعمرها ما في يوم تعود، قال ده غلطة يا حبيبتي وعمرها ما في يوم تعود. أنا عمري ما كنت ليك عدو لدود، ده أنا عمري ما كنت ليك عدو لدود. قال لها سامحيني وبلاش تفرض علي قيود. قالت ده أنا هضربك بالجنابل والنبال، قالت له ده أنا هضربك بالجنابل والنبال وهمسحك من الخريطة، وهمسحك من الخريطة ومش هيبقى لك حدود، وهمسحك من الخريطة ومش هيبقى لك حدود. قال يا رب ارحمني يا رحمن يا ودود، قال يا رب ارحمني يا رحمن يا ودود. قلت لها روحي وانت طالق شكل امك من يهود، وقلت لها روحي وانت طالق شكل امك من يهود. ودي قضية، بس قضية كانت للأسف مأساوية. تحياتي لكم، زوروني على قناتي على اليوتيوب، شاركوني القناة فضلا وليس أمر. من لم يشارك رجاء يشاركني، لأن كل يوم بكتب وكل يوم في جديد، وكل يوم بتناول موضوع مختلف.
وقضية مختلفة بتناول القضية والحل، مش القضية فقط. شاركوني الحل. ده كان حل نطلقها، ولا كان المفروض هي يعني خلاص تسكت وتحذروا من الموضوع ده؟ يا ريت تشاركوني الحل في التعليقات. رجاء وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.